يوم السبت المنصرم حدود الساعة 10 صباحا تقدم أحد المواطنين إلى المصلحة وخبرنا أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف الزميل ديالو بالحي، خبروا من خلالها أنه تمكن من التصفية الجسدية لزوج وزوجته داخل مسكنهما. جرينا واحد عملية تمشيط واسعة بحثا عن الشخص المبلغ عنه، اهتدينا إليه وتمكنا من الإيقاف ديالو، إلا أنه داخل المصلحة أنكر المنسوب إليه. كان من الضروري فتح المحل طبعا باستشارة بالنيابة العامة وبحضور عناصر الوقاية المدنية. اقتحمنا هذا المنزل، كانت المفاجأة عثور على جثتين هامدتين، آثار العنف ظاهرة عليهما. تم أخذ جثتين أو إحالة جثتين على مستوى الأموات من أجل التشريح الطبي. وبعودتنا إلى المصلحة وبعد بحث عميق مع المبلغ عنه، تبين من خلال البحث أنه كان وراء هذه الجريمة الشنيعة، حيث اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، وأعطى تفاصيل مهمة حول دوافعه للقيام بهذا العمل الشنيع اللي كان دوافع تعود للسرقة. والسيد ناس كبار وحك عليهم الرقه مجرمه، حكر هاد الناس ما عندهم ولادنا والدين وحكرهم. مجرم السيد هذا قتال، الصراحه خاصو الاعدام. السيد هذا والله كبرنا وحنا صغار مع هذوك الناس، ما كيعاديو حتى واحد، وهذا موسخ ديال الدرب هو هذا القاتل هذا كيضرب خواتاتو معدل خصو المؤبد. لا خبر هوش خصو الاعدام هذاك. كنعرفوا سلقوط عائله ديال التسلقيط، عائلته كلها اجرام. هذا الشيء حنا كله كنستنكروه، لا موالين الدرب لا الاقارب لا الجيران، اللي كنطلبوا من العداله تاخذ مجراها في احسن طريق، يكون الحكم اللي كيليق بهذا الانسان اللي دار هذه الجريمه بهذه الطريقه.